شايفين التتبيلة اللي على السمك دي؟ هي دي التتبيلة اللي هتقلب معاكي السمك لحاجة خرافية وطعم خرافي لا يقاوم. تعالوا بقى، شايفين الجمال والحلاوة؟ يلا بينا نبتدي ونقول على أحلى تتبيلة سمك ممكن تعتمديها وتمشي عليها ويطلع معاكي أحلى سمك سنجاري. في البداية كده أنا معايا ده سمك بوري، بتفتحيه من الظهر زي ما انت شايفة كده، ومن عند الراس كده بتحتاجي سكينة حامية شوية، وبتنزلي بتحطي بوز السكينة وبتنزلي نازلة تضغطي ضغطة جامدة كده شوية، تفتحي معاكي السمك بالشكل ده. وبعد كده تتخلصي بقى من البطن ومن اي حاجة مش مستحبة في السمكة، وتنضفي السمكة كويس جدا. دي طريقة فتح السمك البوري السنجاري، تمام؟ او اي سمك. انت ممكن تخلي السماك اللي بتجيبي منه السمك يفتحلك السمك سنجاري، تقولي له افتح لي السمك سنجاري هيفتحهولك، تمام؟ خلاص، انا بشيل هنا اي حاجة مش مستحبة في السمك وباخده تحت الحنفية وبشطفه تحت ماء جاري، واي حاجة فيه مش مستحبة بشيلها. بصوا دي مرة كمان اهي، انا بحسس كده على الشوكة، تمام؟ وباجي من جنب الشوكة وبفتح. بتحتاجي سكينة حامية شوية ومن عند الدماغ بتبقى جامدة شوية، بس انت بتضغطي ضغطة جامدة على الراس بتتفتح معاكي السمكة زي الكتاب المفتوح زي ما شفتي كده، تمام؟ خلاص بقى، زي ما قلتلك لو في بطروخ بتشيليه بالراحة عليه طبعا عشان ما يبص في قلب السمكة، وبعد كده بتشيلي البطن بتاعت السمكة وبتغسليها تحت ماء جاري. خلاص، انا بقى هنا لتتبيلة السمك احلى تتبيلة ممكن تجربيها: توم، طماطمايه، فلفل حامي او بارد، مع خضرة او شبت، مع نص ليمونة، التوابل ملح، كمون، كزبرة فقط. دي بس التوابل. انا هنا كنت حاطه معايا شطه حاميه، انت ممكن تحطي شطه حمراء وفلفل بارد، تمام؟ هي دي بس التتبيله. بعد ما ضربتها بعد ما ضربتها انا معايا هنا حطيت عليها معلقه مستردة صغيره، معلقه مستردة صغيره. دي بقى التتبيله معايا. معلقه المستردة كمان بتديها لون حلو في السمكه. خلاص، انا ما حطيتش زيت في التتبيله علشان خاطر تمسك على السمك. بتفتحي بقى بعد ما بنغسل السمك، بتفتحيه كده زي ما انت شايفه نضيف خالص ما شاء الله. بعد كده بتحطي عليه التتبيله اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، بتحطي عليه التتبيله. وفي ناس بتعمل خضار، انت لو عايزه تقطعي خضار وتحطيها على التتبيله او تحطيها تحت السمك، تمام، بس انا ما بحبهاش بالطريقه دي، هي كده بتبقى طعمها خطير. خلاص بصي بقى، بتغلفيها في ورق الومنيوم، بتدهني الورق الالومنيوم زيت، وبتحطي السمكة فوقيه، وكده خلاص انت بتبقي السمك جاهز انه يدخل الفرن. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده انا دهنت الالومنيوم زيت وحطيت عليها السمكة وعملتها بالشكل ده. خلاص، بتحطيها في الصينية وبتدخليها الفرن على الشبكة، تمام؟ بتشغلي من تحت عادي جدا على نار عالية. وبعد كده بعد ما السمك بيستوي معاكي بتطفي من تحت وبتشغلي الشواية، بس السمك ياخد معاكي لون ويحمر زي ما انت شايفة كده. احلى سمك ممكن تاكليه. لو جربتي الوصفة دي هتستغني عن اي سمك بتشتريه من بره. وانا عملت جنبها رز صيادية، جربوا الطريقة دي بإذن الله هتعجبكم. انا عايزاكم بس تشوفوا السمك وجماله وطالع مستوي وخطير ازاي، وما شاء الله شايفين التتبيله ماسكه ولازقه على السمك ازاي. ان شاء الله تجربي الوصفه وتعجبك، ولو عجبتك ما تنسيش تحطي لايك وتعملي شير للفيديو عشان خاطر يوصل لاكبر عدد من الناس.